السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مجتمعات لما يحصل فيها مصيبة أول حاجة الناس بتفكر فيها مش إيه اللي حصل، لأ بتفكر مين اللي عمل كده ومين. الماسونية طبعا، أو جمعية سرية بتحرك العالم، أو بافوميت اللي هو شيطان براس معزة. وطبعا مفيش أي دليل بس الناس مصدقة وبقلب جامد كمان. الغريب إن النوع ده من التفكير بيظهر غالبا في المجتمعات اللي فيها نسبة جهل وتعليم ضعيفة، المجتمعات اللي ما عندهاش حرية إعلام حقيقية ولا مصدر موثوق تثق فيه، فتبدأ تصدق أي حاجة تطلع على يوتيوب أو تيك توك طالما معمولة بصوت مرعب وإضاءة سوداء وموسيقى تخوف. يعني بدل ما تقول الاقتصاد واقع علشان فيه فساد، تقول ده مؤامرة ماسونية علشان يدمروا البلد. بدل ما تعترف ان التعليم في البلد بايظ، تقول الغرب بيبوظ لنا عيالنا بالمخططات السرية. الناس بقت تحب المؤامرة اكتر من الحقيقة، لان الحقيقة بتوجع والمؤامرة بتطمن، بتديك شعور انك فاهم حتى لو ما فهمتش حاجة. بص حواليك كده، كم مرة سمعت حد بيقول الفلان ده باع روحه للشيطان عشان يبقى مشهور، او الزلزال ده مش طبيعي ده سلاح اسمه هارد، او المطرب ده كان حاطط علامة العين على التيشيرت يبقى من العيون السوداء. طب فين الدليل؟ مفيش طبعا، بس الموضوع بيكمل لان الناس عايزة تصدق. الماسونية مثلا الناس فاكراهم تنظيم شيطاني بيحكم العالم، بس في الحقيقة هي كانت جماعة اجتماعية ظهرت من قرون في اوروبا، كانوا حرفيين بيبنوا الكنايس وبعدين بقت جمعية لها طقوس. هل هي كانت سرية؟ بس ما كانتش شيطانية. هل كانت قوية؟ زمان، بس النهاردة تأثيرها شبه انتهى. بس انت جرب تقول كلمة ماسونية في اي فيديو، هتلاقي اللي فاكرهم عبدة الشيطان، واللي بيقول دول بيحركوا الاعلام، واللي هيقسم لك انهم سبب كل حاجة بتحصل في العالم. اما بافوميت فده تمثال خرافي مرسوم له جسم بني ادم وراس معزة، وبيظهر في فيديوهات كتير كممثل للشر، بس الحقيقة ده رمز اتعمل في كتاب فلسفي في القرن ال19، وكان بيتكلم عن توازن الخير والشر، مش عبادة شيطان ولا بتنجان، لكن صورته مرعبة والناس بتحب الحاجات اللي ترعبها. اما جمعية العيون السوداء اكبر اشاعة على الانترنت، مفيش مصدر تاريخي واحد محترم بيقول ان الجمعية دي كانت موجودة فعلا. كل ده بيحصل ليه؟ علشان لما يبقى المجتمع تعبان، ما عندوش ثقة في اي جهة رسمية، ومش متعود يسمع من عالم او باحث، يبقى اسهل عليه يصدق ان كل ده مدبر من فوق، بدل ما يقول احنا محتاجين نفهم ونغير. المؤامرة هنا بتريح الدماغ، لان التفكير بيتعب والشك بيخوف، لكن لما تقتنع انك عارف السر بتحس انك اذكى من اللي حواليك وانك الوحيد اللي فاهم اللعبة، بس الحقيقة اللعبة عليك. لما المجتمع كله يمشي ورا المؤامرة بيحصل ايه؟ العلم بيقل والنقد بيختفي، واي محاولة تفكير بتتهاجم وتتشتم، وتتحول الحقيقة لعدو، لان الحقيقة مش بتديك شعور بالقوة، الحقيقة بتقولك قوم واشتغل وغير، والمؤامرة بتقولك اقعد وعيط، في حد بيحاربك ومش هتقدر عليه. في النهاية في مؤامرات حقيقية موجودة، في أجهزة مخابرات بتخطط وشركات عايزة مصالحها أكيد، بس الفرق بين المؤامرة كفكرة منطقية ونظرية المؤامرة كخرافة هو الدليل. في فرق بين إنك تسأل وتبحث وتفكر، وبين إنك تبقى نسخة مكررة من فيديوهات بتقولك كل حاجة غلط علشان في تنظيم شرير بيحكم العالم من ورا الستار. بس خليك فاكر، الخرافة ما بتظهرش فجأة، هي بتتغذى على الفراغ، فراغ في التعليم وفراغ في الوعي وفراغ في الثقة. لما الطفل يتربى من وهو صغير على انه ما يطرحش اسئلة، وان اي حد يسأل كتير يبقى مش طبيعي، ولما الاعلام يبقى كله صوت واحد واللي يقول غيره يبقى خاين او غبي، يبقى طبيعي جدا ان الناس تصدق اي حد يتكلم بصوت عالي ويقول لهم انا عندي السر والعالم كله ضدكم. نظريات المؤامرة بتكسب شعبيتها مش لانها منطقية، لا علشان هي مريحة، بتقولك انك مش مسؤول عن اللي بيحصل، وانك مظلوم طول الوقت، وان في كائنات شريرة بتحكم العالم، فما فيش داعي تفكر ولا تتعب نفسك. بس الواقع بيقول حاجة تانية، العالم مش بسيط ولا خط مستقيم، وفي مليارات من العوامل اللي بتأثر في الأحداث، واحيانا الغباء البشري بيشرح اللي بيحصل اكتر من اي مؤامرة. يعني بدل ما تقول ان اللي وقع الاقتصاد منظمة سرية، ممكن تفكر وتشوف ان اللي وقع الاقتصاد هو فساد او جهل او قرارات غلط، وساعتها بدل ما تشوف نفسك ضحية تبدأ تشوف نفسك جزء من الحل. في مجتمعات كل ما تقع تسأل مين ضدنا، وفي مجتمعات تانية كل ما تقع تسأل احنا غلطنا في ايه. فرق بسيط في السؤال، بس النتيجة فرق بين اللي بيقود واللي بيتقاد. وده دورك كمشاهد واعي، مش مطلوب منك تكون عالم نووي، بس خليك دايما صاحي ودايما اسأل ليه وفين المصدر وهل في دليل. ساعتها بس تبقى خارج دايرة الخوف وبدأت أول خطوة في دايرة الوعي. لو وصلت لآخر الفيديو فأنت من الناس اللي بتفكر، وساعتها اسمح لي أقولك أنت مش جمهور عادي، أنت عكس التيار، وأنت اللي محتاجينك يكون صوتك أعلى علشان الجهل ما يكسبش الجولة. لو شايف إن الكلام ده مهم شاركه، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.